مرحبا شباب. طبعا مثل ما تعرفون احنا حاليا باجواء شتاء، والجو تعرفون بالشتاء كلش بارد، بس لكن اليوم الجو شويه دافي وغائم. يعني الجو كلش حلو. لهذا السبب حبيت اصور لكم هذا الفيديو، ويكون اول فيديو ان شاء الله بقناتي. طبعا اللي ما شايفني وما يعرفني، اني كاظم جواد. هوايتي تربيه الحيوانات الاليفه بكل انواعها. فان شاء الله اليوم راح اعرفكم على الحيوانات اللي موجوده عندي، وراح اشوف لكم اياها كلها وشنو اللي موجود عندنا بهاي المحميه اللي موجوده خلفي. بس اللي اريده من عندكم، وقبل لا اراويكم الحيوانات اللي موجوده عندنا، لايك ومتابعه للقناه، وان شاء الله انتو قدها وما تقصرون. وان شاء الله اذا شفت تفاعل بالقناه، فراح الايام الجايه راح تكون الفيديوهات ممتعه وحلوه جدا. فتعالوا وياي حتى نراويكم شنو موجود عندنا. طبعا شباب، هاي هي محميتي المتواضعه للدجاج. طبعا راح اعرفكم على اول دجاجه طبت هاي المحميه، اللي هي هاي، واللي اسمها جوري. هاي الدجاجه طبعا هاي الدجاجه العراقيه الاصليه، مثل ما جاي تلاحظون، اللي هي هاي صايره خلف الديج او ورا ذيل الديج، ما مبينه زين. فهاي اول دجاجه طبت عندي للمحميه، اللي هي اسمها جوري او سميتها جوري. وعندنا هذا الديج كذلك، اللي هو من بدايه المحميه لحد الان هو موجود. هاي الدجاجه هي ثاني دجاجه دخلت المحميه، بس لحد الان ما لاقي لها اسم. ان شاء الله بالايام الجايه انتم راح تختاروا لها اسم، لان هاي الدجاجه هي راح تكون يعني موجوده دائما بالمحميه، يعني مستحيل انه نطلعها في يوم من الايام. عندكم هاي السوداء، يجوز بالايام الجايه نطلعها من المحميه. عندنا اللي شوفوا سعديه، اللي هي اخت جوري. كذلك جبتها هي وجوري، يعني من اشتريتهن سوا، اللي هي هاي سعديه. طبعا هذا الفروجات هذني هن بنات سعديه وبنات جوري، اللي هن عربيات فريات. تمام، هاي مثل ما جاي تشوفون. هذا عندي تمرض فترة من الفترات، يعني من كان صغير، فداريته، اخذته وحده، عزلته وداريته، فشوية صار اليف. شوفوا الالافة اللي موجودة عنده، يعني من دون اخوته كلهم يخافون، بس هذا شوفوا سبحان الله شلون قام يعرفني وما يخاف من عندي ابد. فهذني هسه عرفناكم عليهن، هسه راح نراويكم البقية. تعالوا وياي. عندنا هسه هاي الدجاجة الشقرة، اللي هي كذلك ممكن انه بالايام الجاية تطلع من المحمية، اللي هي اخذ ذيك السوداء. هذين الدجاجتين اخوات، كذلك ما عندها اسم، لان ممكن بالايام الجاية يجوز اطلعها من المحمية، يعني نخلي الدجاج فقط في الريات. وانتو اذا عندكم مثلا رأي كتبوا لي بالتعليقات، وانا ان شاء الله آراءكم احترمها. اما هاي الدجاجة اللي هي اسمها وردة، واللي هي احلى دجاجة موجودة عندي بالمحمية، واكثر دجاجة اني احبها يعني معتز بيها. طبعا عندها افراخ عندها جواها مثل ما جاي تشوفون. طبعا مخليها هنا بعيدا عن المحمية. مثل ما تعرفون الكتكوت الصغير او الطير الصغير ما يتحمل مثلا انه النقرة او غيرها، وما يقدر ياكل اكل مال كبار، فاني جايبهن هنا حاطهن لان هذا المكان دافي، وكذلك حاط لهن اكل خاص بيهن. طبعا عندنا هنا هم حمام لعشاق الحمام. هنا عندنا زوج، عندهن افراخ مثل ما جاي تشوفون، هذني بناتهن. وعندنا هذا هنا زوج كذلك. واعرفكم على الغيابي اللي الاقدم بالسطح.
هذا اقدم طير موجود عندي، طبعا باقي وحده ومعتز فيه. هذا فقط وحده موجود، اما هذا الزوجين بس. ان شاء الله بالايام الجايه كذلك راح نجيب هم بعد زوج هنا وزوج هنا ان شاء الله، انتظرونا. وهنا اللي هي البشة اللي بقت طبعا من عدد من البشوش. كان عندنا موجودات صغار اشتريتهن، بس للأسف ماتن من البرد، فبقت بس هاي عندي وظلت هنا وحدها. طبعا معتز بيها، اكلها وشربها، فظل هنا. وان شاء الله بس تكبر، طبعا هي اعتقد نثية، بس تكبر ان شاء الله راح نجيب لها فحل وياها ان شاء الله ونكاثرهن لكم. فيا شباب بالايام الجايه ان شاء الله اذا شفت تفاعل بالقناه راح تكون انواع الحيوانات هنا موجوده عندي بالسطح. تمام، لان هذا اصلا هو سطح، فاني مسوي محميات وحاط بيه هاي الحيوانات. فاللي يريده من عندكم او اللي طلبه من عندكم هو لايك وكذلك متابعة للقناة. تحياتي. وهنا وصلنا الى ختامية الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. انتظرونا بفيديوهات جديدة ان شاء الله، وان شاء الله تكون احلى. بس اللي يريده من عندكم تفاعل حتى تسوون نواهج انه ننشر اكثر واكثر. فحبايب قلبي، باي باي.